اقول لكم في مدينه من المدن دي موجوده الان، والله ما محتاجه انه في قوات تمشي تدخلها اصلا ذاته، من جوا تنقد من جوا. مدينه كبيره جدا جدا، قاعدين بالالاف داخل الاسم، بس منتظرين ساعه الصفر ويعلنوها لك بصوره واضحه، يقول لك احنا والله كبس والقصه دي خلاص يزبل. احنا لما كنا في مدرمان احكي لكم الحكايه دي اخر واحده وامشي بالصراحه. في قائد كده اسمه علي البلا، قائد عمليات مدرمان، كان بيتكلم بجهاز الارسال ده، يا اخواننا الناس ترجع مواقعها وما تنسحب وما تطلع وما تجري، يا اخواننا ارجوا اثبتوا ارجوا اثبتوا. احنا الان دخلنا لكم قوه 500 نفر الان عشان تسد المحاور دي الان القوه ده، وفعلا في 500 نفر دخلوا بجاي وقبلوا بجاي. ال 500 كلهم طلعوا سامور الجيش، ال 500 دخلهم ده كلهم طلعوا سامور الجيش، والله على ما اقول شهيد. فعشان كده يا جماعه والله العظيم قصه فقصه انه اسمه ده في مدينه كده، انا ما دار اذكرها وما دار اسمه ده عشان اقول بصوره واضحه، لكن المدينه دي تسمع بتحريرها من غير دخول الجيش من اي موقع اخر، بس يعمل لهم كفر ويودوهم التعليمات النهائيه انه خلاص القصه دي ابضوا فيها، وبعد ما الجيش يعمل تاميناته كامله حول المدينه. واسمعوا الكلام ده مني انا ده. يا اخوانا انتوا عندكم قياده، عندكم دوله، عندكم قائد عام، عندكم قائد عمليات، عندكم قائد اركان، عندكم مشتركه، عندكم قوات مسانده، طيعوهم تمشوا معاهم بامرهم اوكي، لكن انتوا دايرين ناس منصات تسوقوا العمليات الحربيه، انزلوا الميدان، تعالوا نزلوا ياسر عطا ده من موقعه، اي واحد فيكم يمسك القائد بتاع يمسك محله، تعال نزل البرهان ده من موقعه، امسك موقعه انت، تعال نزل مناوي ده من موقعه، امسك انت موقعه. لكن ما تجي تتكلم في اللي اسمه وتحبط الناس وتسب الدين ليهم، وانتوا ليه ما دارين تعملوا، وليه ما اتحركتوا، وليه ما دارين تتحركوا، وليه ما مشيتوا، وليه ما سويتوا، وليه ما ضربتوا، والطيران وقف لشنو، والمسيرات وقفت لشنو. هم كانوا بيتبجحوا بيقول لك دارفور دي النمله ما بتخشها تاني وما اسمه ده وكده، فشوفوا قدت كيف ووصلت كيف. المساله بقت مفاجاه للناس يعني. يعني القوات دي كانت وين ودخلت بوين واتحركت من وين، وطوال الفتره دي كانت وين؟ دي كلها اسئله كانت الناس بقت الان في صدمه، بقت تسال. فلسه الصدمه اكبر من كده، ولسه في حاجات اكبر من كده. وارفعوا المعنويات للمواطن المتلقي اللي بيتلقى حديثكم عبر الاسم ده. فانتم ما تيجوا تحبطوا القوات المسلحه وتحبطوا القوات المشتركه، خلوهم هم شغالين شغلهم وتشوفوا شغلهم. وهسه شوفوا المنصات دي من امس لليله اتغيرت قدر شنو؟ اتغيرت قدر شنو؟ كان رايها شنو قبل اليوم، والليله رايها شنو؟ وانا افتكر انه بكره لا بعد بكره وبعده والله حيكون الراي اكبر من ده، وحتمشوا تشيلوا ياسر عطا ده فوق في عنان السماء، وحتمشوا تشيلوا مناوي فوق عنان السماء، وحتشيلوا البرهان ده فوق. واصبروا وشوفوا الانتصارات الجايه، واصبروا وشوفوا الانتصارات الجايه، والله العظيم. وانا عندي لك رساله يا بغال، والله ما مقاطع على كلامك. انا في واحد امبارح عايز اوصل لك قبل ما انساه، امبارح في زول، بس انا داير اتكلم في الجزئيه دي برضو اقل من ثانيه نص دقيقه واواصل. يا اخوانا برضو في ناس يعني بتحب الفتن، بتاخذ الفيديوهات القديمه بعد استقبالنا لابو رهف، يجي واحد يجيب لك فيديو او كلام قديم قاله ابو رهف ضد بقال، يجي يقول شوف بقال ابو رهف ده قال فيك شنو. تفتكر انه انا ما كنت عارف؟ تفتكر انه انا ما كنت عارف انه ابو رهف ده كان قال كده؟ يا اخي اللي يقولوا مشكله وين يعني؟ هو زول داعم للجيش وانا داعم للوطن، وهو داعم للوطن في مزلات في حاجات كثيره جدا جدا قالوا، وهو قال في ناس الثانيين وقالوا في يعني شوفوا الشكري الحاصل كان بين الشكري شكري كان في ضمن المقدمه الاوائل الاولين اللي قاعدين في المطار واستقبلوا هكذا السودان. يعني شنو ابو رهف قال في بقال، ولا بقال قال في ابو رهف، ولا اتجاوزنا وعافينا عن بعض. خليه لي يقول بكره ده، خليه لي يقول ثاني، بعد بكره خليه لي يقول ثاني، وبرضه يفضل ابو رهف الداعم للوطن وبقال الداعم للوطن، وكلنا اخوان والمسامح كريم. وانا اللي قلته في الدوله هي، انا اللي قلته في ياسر عطا هين، انا اللي قلته في البرهان هين، انا اللي قلته في القيادات بتاعت الدوله هين. في النهايه الدوله عفت عني، وجيت الراجع الان وقاعد مع الدوله وقاعد مع قيادات الدوله داخل. والله الواحد لما يمشي يلقى له ضابط لواء، ويلقى له ضابط فريق، ولا يلقى له ضابط عقيد ولا عميد، طريقه السلام اللي يسلم عليك اقسم بالله العظيم تندم وتخجل لليوم اللي انت كنت فيه مع الميليشيا. تقول يا اخواننا ده انا بقال اللي كنت زمان قاعد مع الميليشيا، يا اخواننا ده ضابط الجيش اللي انا كنت كان قاعد اقول كده، واخواننا ده والله السودان ده غير، اقسم بالله على ارض الواقع لما تجي تعيشها. والكلام اللي بتسمعه في المنصات والله العظيم فرق بين السماء والارض، فرق بين السماء والارض.
يعني الناس اللي بيتكلموا دين ما ناس واقعيين ولا ناس قاعدين في ارض الواقع. معظم الناس قاعدين برا السودان، معظم الناس قاعدين ما دارين ذاته عاملين شنو ولا اسمه ده كده. في حاجات انا ما قادر احكيها وما قادر اقولها وما قادر اقول التفاصيل. انا والله العظيم وقسما بالله الذي لا اله غيره، الان في القعده بتاعتي انا قاعد معاكم ده يا هدى، الان انا قاعد في نص الشارع، في شارع عام، شايفين؟ قاعد في شارع عام الان، كويس؟ واحد تستاهل يجي والله، يلاقيك، تستاهل والله، خذ راحتك. مواطن يجي يلاقيك والله العظيم يسلم عليك بالاحضان لما تخجل، لا من تخجل، يسلم عليك بالاحضان لما تخجل. امشي في الشارع ده في سراج ده انا قاعد 24 ساعه بشرب في جبنه، جبيل في شارع ال40 في يوسف بوش، والله تمشي مشيت اسمه ده اكثر من 10 نفر، اي زول يمسكك ويجرك يقول لك اتفضل معاي في الصحن اللي هو قاعد فيه. اخوانا ده الشعب السوداني انا بعرفه، ده الشعب السوداني المسامح، ده الشعب السوداني اسمه. ومع ذلك انا والله العظيم ظللت اكرر 1000 مره واقول الكلام ده، ان اخواننا اي زول عنده حق خاص علي انا، والله انا اكرم لي ان احاسب في الدنيا قبل ان احاسب في الاخره. يجب ان احاسب في الدنيا قبل الاخره، اكرم لي من ذلك انه انا امشي لربنا سبحانه وتعالى وما عندي حاجه زول ولا عندي حق زول. وكل العالم ده شاف بقال الطريقه طلع بوه من ام درمان، الطريقه القاطع بوه نفس لدرجه انه مؤشرات في حلقي ما كان فيه. طلعت ببنطلون تريننج وسفنجه وفانيلا. لو كنت بقدر بشيل حاجات الناس كان شلت انسولين بتاعي قاعد في الثلاجه. لو كنت بقدر بشيل حاجات زول امشي بيها كان شلت الدواء بتاعتي انا بتاعت السكري. انا ما شلت حق زول والله، ويعلم الله ويشهد، وربنا سبحانه وتعالى هو العالم. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. تسلم.